شكرا. السلام عليكم. عبد الغني مبروكي، صانع تقليدي النحاسيات من مدينة فاس. كنديروا هذه الصنعه التقليديه وكنتمناو على يتكرروا لنا في هذه المعارض بحال هكا وتكون المشاركه. حنا كصناع تقليديين يعني زعما الانسان كل ما كيمشي يعرض المنتوجات ديالو والصنعه كلشي صنعه كتشوفوا كلها صنعه يدويه. ويعني اخيرا كنتمناو يعني زعما وكنشكروا الناس المنظمين على هذا المعرض هذا وجلاله الملك اللي ينشروا، ونتمنوا تكررونا بحال هذه المعارض وشي شويه على حسب دابا الصناعه التقليديه بدينا كنشوفوها شي شويه بدات كتنقرض على حسب يعني المنتوجات ديال الصانع التقليدي ما بقاتش كنهضروا على يعني هاد المنتوجات اللي كتجي مع على برا. الصناعه التقليديه ديالنا هنا بدات كتنقرض بزاف، ومؤخرا بداو الصناعيات هما كينقرضوا ولينا كنعانيو من واحد المشكل شي شويه مع الصناعه التقليديه، يعني ما بقاش الطلب عليها بزاف. وكنجيو حنا يعني كنتمناو نجيو لهاد المعارض نحاولوا نضموا منا ساعه ساعه باش كنشهروا شويه هاد السلعه. وحنا دابا كصناعه تقليديه كنخدموا بيدينا، كنبغي الانسان راك عارف يعني كيبغي حتى هو شويه يحرك راسو ويحرك السلعه ديالو. هذا هو المهم هذه المشاركه في هذه المعارض باش كنبينوا حتى السلعه ديالنا والمنتوجات ديالنا حتى من خارج البلاد. ونتمناو يكونوا هذه المعارض ويعني في جميع المدن وتكون حتى خارج ارض الوطن ان شاء الله. بسم الله. تعاونية الفن التقليدي المغربي بمدينة فاس، تعاونية مكونة من طرف نساء متعاونات، وجاتنا الفكرة أننا باش نقوموا بهذه التعاونية على أساس أن النساء جالسين في ديورهم، وقلنا علاش لا لما نخرجوا هاد العيالات للوجود باش يبرزوا الإبداعات ديالهم. وقمنا بتأسيس التعاونية وعندنا مركز ولله الحمد وكنا نشتغلوا فيه كاملين. في المكتب معايا 5 والمتعاونات عندنا 65 متعاونة. الصناعة التقليدية بجميع أنواعها، الخياطة، الطرز، الراندة، الطرز بالآلة أو باليد، الراندة، جميع الحرف اليدويه اللي كادت انها تندثر. احنا رحنا كنحيوها باش نعاودوا نخرجوها للوجود. السلام عليكم، معكم نجوى عضوه تعاونيه الصفاء الفلاحيه بمدينه ازرو. التعاونيه ديالنا كتشتغل على الزراعه البيولوجيه لي بلونت، كنقوموا بالتجفيف ديالها، كنقوموا بالديستيلاسيون ديالهم اللي كننتجوا بها هذه المنتوجات بحال لي تيزان، كنقوموا بلي زويل اسونسيل على جميع الانواع ديالهم، كنقوموا كذلك بالزراعه ديال الشعير ديال القمح، كنقوموا بالكسكس حتى هو حاصلين على شهاده ديال لونسا، وكذلك حاصلين على شواهد ديال البيولوجيا. وكنتمنى ان شاء الله هذا المعرض يدوز كما باقي المعارض، يعني مدينه فاس ما شاء الله ناسها ذواقين. ومرحبا بكم ومرحبا بالجميع في الرواق 18 مدينه فاس. السلام عليكم، خديجه اليعقوبي، المسيره ديال تعاونيه بيوفيردور لمنتوجات التجميليه الطبيعيه والاعشاب الطبيه والعطريه. بالنسبه للمنتوجات اللي كتشغل عليها التعاونيه هي خل التفاح، المقطر ديال الورد، منتوجات تجميل طبيعيه اللي كيتخدموا في التعاونيه ديالنا كتعاونيه نسويه. ومن هذا المنبر هذا كنحفز النساء ان شاء الله ياسسوا التعاونيات ديالهم ويخدموا فيها ان شاء الله بحول الله. والحمد لله كاين الفرص ديال العمل، كاين المعارض، كاين تكوينات، كاين الدعم، والحمد لله ماشي حاجه تعاونيه. واحد الحاجه اللي تضافت في الحياه ديالنا زوينه بالنسبه للتعاونيه. مرحبا بكم، يعني المعلم محمد الحياني، الصانع تقليدي ديال الجلابات، الشعره حره بزيويه اصيليه 100%. المحل عندنا في ساحه لاله يدونا بالمدون فاس. اللي بغى يجي عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم لهنايا المعرض يلتحق بالمعرض. عندنا 7 ايام ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين المنتوج الذوق الرافع، المنتوج ممتاز الحمد لله، شعره حره بلدي على البلديه اصيلي. واللي ما التحقش يجي للمعارض هنايا يلتحق بالصانع التقليدي المعلم محمد الحياني في ساحه لاله يدونا بالمدون فاس، معروف الحمد لله تما في الساحه عند الصاعد ديال فاس عند الصناع التقليديين. يجيو يشاهدوا المنتوج ديالنا ويشريوا من عندنا منتوج تقليدي 100%، ثمن مناسب، الجوده وثمن مناسب
والحر والكلمات الرجوله الحمد لله، ويعرفوا المحل ديالنا ويتعاونوا مع الصناعه التقليديه ويتعاونوا مع الصانع التقليدي. والمغاربه الحرار كيلبسوا الثوب التقليدي الفاسي الاصيلي 100%. مرحبا بكم وكنشكركم وشكرا لكم.